كل سنة وانتم طيبين. يلا نشوف الترند الجديد اللي نازل اليومين دول، ان شاء الله يعجبكم لان طعمه حلو قوي. انا جربته وطلع حلو قوي. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة، وبألف هنا، ويا رب تعجبكم كل الوصفات اللي انا بعملها. ويلا نشوف عملنا الجمال ده ازاي، لان هو فعلا يستاهل التجربة. طعمه حلو قوي وعجبني قوي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلو جدا. اول حاجة عندي كريم شانتيه. انا حطيت 3 اكياس من ده، عليهم كوب لبن، وضربت كده بالمضرب. اقعد اضرب فيه لحد ما يتقل كده شويه. بعدين عندي معلقتين قشطه كبار احطهم واضرب تاني. اقعد اضرب فيه شويه كده، شايفين؟ لحد ما يعمل معايا كده فوم كبير كده. هو كده خلاص. هسيبه بقى في التلاجة شويه. عندي كنافه، ده اقل من نص كيلو شويه. عملته كده ناعم كده. طبعا لو حابه تعمليه في الكبه براحتك. انا قطعته بالسكينه كده. طاسه بقى، حطيت فيها الكنافه، وحطيت عندي زبده او سمنه براحتك، واقلب فيها كده على نار هاديه عشان ما تتحرقش مني. اقعد اقلب فيها كده، طبعا ما بسيبهاش ايدي فيها عشان ما تتحرقش، لانها بتاخد لون بسرعه. هي بس هتغلبك شويه لانك هتفضلي واقفه جنبها. لو حابه تحطيها في صينيه وتفرديها وتحطيها في الفرن براحتك اللي انت حباه. اقعد اقلب فيها بالشكل ده كده، ايدي فيها طبعا اهي. شايفين كل شويه لونها بيغير كده؟ شايفين؟ هو ده اللون بقى اللي انا عايزاه. خلاص افضيها في حاجه تانية بقى. شايفين لونها؟ صينيه بقى وهفرد فيها الكنافه كده بالشكل ده كده. انا ما حطيتش عليها سكر ولا اي حاجه. عندي بقى الشربات التقيل بتاع الكنافه، حطيت عليها شويه كده. والكريمه بقى احط عليها طبقه كريمه حلوه كده عشان تبقى مليانه كده، وافردها كده بالشكل ده كده. عندي بقى فراوله مقطعه، احط عليها فراوله كده كده عليها كلها. واحط طبقه كنافه تاني. شايفين الكنافه لونها عامل ازاي؟ حلو جدا. ما تعلوش عليها البوتاجاز عشان ما تتحرقش منكم. وافردها برضو طبقة تانية كده بالشكل ده كده. واحط عليها برضو شوية شربات، لان انا ما حطيتش عليها سكر خالص كده. وطبعا الفراولة بتبقى مززة، فيها مزازة كده، فعشان كده حطيت على الكنافة شربات. وافرد برضو طبقة الكريم شانتيه كده بالشكل ده كده. واحط فراولة على الوش كده بالشكل ده كده. شايفين الجمال؟ حطيت معلقة عسل على الفراولة كده عشان ما تبقاش مززة قوي. معلقة واحدة بس كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ بجد حلوة جدا، تستاهل ان انتوا تجربوها يعني. وطبعا انا سامعة ان هي بمبلغ يعني كبير قوي فهي مش مستاهلة. تعملوها في البيت اوفر واحسن وانضف، وكان طعمها حلو قوي. شايفين حلوة ازاي؟ حلوة جدا. شايفين؟ كان طعمها حلو قوي. طبعا انا قعدت اكل فيها فعلا بجد لان هي عجبتني. طعمها كان حلو قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وبألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا يا رب.